عسلامة ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم باش نعمل معاكم ملاوي بطريقة ناجحة 100% كيما المحلات. تبعوا الفيديو للاخر باش تعرفوا طريقة التحضير بالتفصيل. لهنا كيما تشوفوا خذيت سميد وخذيت فرينة قد السميد قد الفرينة يعني. ولا اله الا الله محمد رسول الله. مش بالضروره تعملوا قد ما عملتنا، الحقيقه مانيش مكيلتهم باش نعطيكم الكيال بالضبط، اما انتم حسب الكونتيتي باش تعملوها يعني، وحسب افراد العائله اللي عندكم نجموا تعملوا باكو سميد باكو فرينه والا نص نص، يعني حسب الافراد متاع العائله متاعكم يعني. لهنا خذيت مغرفه ما هيش معبيه متاع ملح، وخذيت ماء دافي باش نلمها بالكدا بالكدا. والملاوي هذه راهي مختلفة على الملاوي المورقة، ديجا سبق وحضرت معاكم فيديو، ادخلوا للقناة وتشوفوا كيفاش يعني طريقة التحضير متاعها بالتفصيل. الملاوي المورقة راهي تجي جيست بالسميد اكاهو، وهذه يعني طريقتها مختلفة شوية، تجي بالفرينة وبالسميد. وكما قلت لكم راهي طريقة ناجحة يعني بالكدا بالكدا. تبعوا الفيديو للاخر باش تشوفوا طريقة التحضير بالتفصيل. لهنا باش نلمها بالباهي بالباهي لين تحصل العجينه هكا تكون متماسكه، ونعجنها بالكدا بالكدا. لا اله الا الله محمد رسول الله. عندي بريسك 4 شهور توا، كان النهارين اللي فاتوا هبط لكم فيديو، بريسك 4 شهور ما هبطش فيديوهات. والفيديو هذا ديجا يعني محضراته من قبل رمضان وما هبطوش. علاش؟ كنت نعمل في العراقيل الروحي، كنت هكا نتسبب. قلت الكاميرا متاعي ما هيش باهيه وما نجمش نهبط فيديو كيما هكا وكل شيء. وبعد اكتشفت انه كنت غالطة 1000%، وكنت نعمل في العراقيل الروحي كما قلت لكم. خاطر فما حتى انسان يبدا من هكا من فوق، اي انسان في الدنيا هذه يبدا من الصفر وبعد يطلع. دونك هكا وليت قلت باش نعود نهبط بالكاميرا اللي عندي يعني بالمتوفر عندي. ومن بعد باذن الله ان شاء الله كي هكا الى ان ياتي ما يخالف ذلك، فهمتوا؟ ان شاء الله هكا نهار اخر تكون عندي كاميرا باهيه والتصوير باهي وكل شيء، ونصور لكم يعني حاجه تكون واو، فهمتوا؟ توا باش نصور باللي عندي يعني، ان شاء الله ما عادش نغيب عليكم. وهذا هو. لهنا كما تشوفوا عجنتها بالكدا بالكدا، وباش نخليها ترتاح هكاك ساعتين. ولهنا خذيت شويه سكالوب باش نفوحهم لا اله الا الله محمد رسول الله. كليل، زعتر، زنجبيل، تابل وكرويه، فلفل زينه، كركم، شويه زيت، وباش هكا نخلطهم بالكدا بالكدا ونحطهم يتشو. كان عندكم كريم فريش نجموا تعملوا، راهي تبنن على الاخر. ولهنا حطيتهم يتشو وراو ما يعني متحطهمش في الزيت باش هكا يعطوا بنة سمحة، يعني الجو متاعهم تكون سبيسيال شوية. كي تحطوهم في الزيت يتبدل المطعم متاعهم وكأنكم ما عملتوش لهم نفاحات وكل شيء. شوفوا ما شاء الله يعني، راهو جاو بنين بنين على الاخر. لهنا عندي شويه بصل شويه معدنوس ولا اله الا الله، باش نخلطهم هكا بعظمتين ونطيبهم اومليت هكا يعني. كان عندكم جبن تنجموا تعملوا، ماهوش متوفر عندي ما استعملتوش، راهو جبن يبنن على الاخر الاومليت، دونك تنجموا تستعملوا جبن. لا اله الا الله محمد رسول الله. كما قلت لكم راهو فيديو مصوراته من قبل رمضان، وتوا سهله القدره باش نبارطاجيه معاكم. وكما قلت لكم ان شاء الله باذن الله ما عادش نغيب عليكم، باش نبدا هكا نصور باللي متوفر عندي الى ان ياتي ما يخالف ذلك. وهكا ان شاء الله ربي يسهل وكا، ونشري تليفون باهي ونعود نصور لكم كاليتي ما خير. اما توا هاكا الواحد يصور بالمتوفر عنده. لا اله الا الله. لهنا الاومليت خليتها تتقلى شوي يعني، ما حطيتش لها برشا زيت، راهو جيست باش ما تسلقش باش ما تلصقش، هي باش ما تلصقش في المقلة. ولهنا خرجت بكم على موضوع الملاوي شوي، حبيت نوريكم حاجة يعني طريقة متاع بطاطا جربتها، حبيت نودكم بها هكا فيسع فيسع. حبيت نخرج على الموضوع ونوريكم كيفاش نحضرها باش تجربوها وتعطوني رايكم في التعليقات. هنا خذيت البطاطا جويدة بالكل، تغسلوها بالكدا بالكدا وتخلوها بالقشرة متاعها وتقصوها على 4. ومن بعد باش نفوحها كليل وزعتر، تابل وكروية، فلفل زينة، ملح، زيت زيتونة، او لا اله الا الله. وتخلطوها هكا شويه دوبلاش وتخلوها تحطوها طيبوها في الفور، راهي تجي بنينه بنينه على الاخر، وخير من تاع هذيك، خير من تاع القليان.
ان شاء الله نكون ما نسيت حد شيء، اما نتصور قلت لكم على الفاحات الكل. وان شاء الله هكا تجربوها بالحق، راهي حاجه بنينه 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 على الاخر. جربوها واعطوني رايكم في التعليقات. هنا لازم نخلطها بالكدا بالكدا باش شكل الفاحات تدخل الكل يعني. وهكا نحاولوا نتجنبوا القليان وكل الحاجات هذوكم، يعني مش ديما الواحد ساعات يتشهى، اما راهو الطريقه هذه صحيه اكثر وبنينه، سرتو بنينه يعني. لهنا حبيت نوريكم الفارس متاع الملاوي: اومليت، سكالوب، سلطه مشويه، صوص الجيريان، هريسه، موتزاريلا، بصل، طماطم وفقوس. كان عندكم الزيتون تنجموا تعملوا، الحقيقه عندي وما نسيت ما عملتش. و لا اله الا الله. السلطه المشويه راني ديما نبدا يعني في كل اسبوع نعمل كونتيتي محترمه تشدنا اسبوع كامل. راهو على اي يعني ساندويتشات وكل شيء، تصور الساندويتشات الكل بريسك تجي فيها سلطه مشويه خاطر بنينه وكل شيء. هاكا نعمل ديما هكا حكه نخليها في الفريجيدير، وباذن الله ديما كي يوفى الاسبوع نلقاها هي ديجا وفت، فهمتوا. ولهنا حبيت نوريكم كيفاش باش نحل ملاوي. حضرت هي العجينه وكل شيء يعني بعد ساعتين توا من اللي خليتها ترتاح، وتو رجعت لها كما قلت لكم. راهو تخلوها قد ما تخلوها ترتاح قد ما تنجح معاكم. الطريقه هذه قلت لكم عليها قبل ونعاودها لكم تو. راي الملاوي تحب العجنان وتحب الراحه. لهنا كما تشوفوا طريه ما شاء الله، كي نجبدها تتحل معايا وما تتقطعش، وكي نحلها كيف كيف يعني بنحل فيها تو على الزيت ما تتقطعش معايا وتتحل بكل سهوله خاطرها مرتاحه بالكدا بالكدا. ولا اله الا الله. تنجموا تطيبوا الملاوي هذه، تنجموا تطيبوها في مقله كبير. كان عندكم مقله كبير تطيبوا فيه، يعني كل ما تحلوها اكثر كل ما تكون ناجحه اكثر، فهمتوا. كل ما تكون جويده كل ما تكون خير. الحقيقه عندي مقله متوسط الحجم نتاعو، دونك وليت استعملته هو واستغنيت يعني على، يعني كنت تعرفوا فاش كنت باش نطيبها. كنت باش نطيبها فك البلاطو نتاع الفور، قلت نحطه فوق الغاز بحكم هو كبير ونطيب عليه خاطر ما عنديش حاجه كبيره. وليت من بعد قلت نفزد ولا حكايه سيب عليا، وليت طيبت في المقله اللي عندي اللي هو متوسط الحجم نتاعو، وجدت عاديه يعني بنينه وكل شيء وما شاء الله نودكم وشهيكم. اما يعني قلت لكم الواحد يحبذ انه يكون عنده حاجه كبيره باش ما يستحقش انه يعمل ملاوي دوبل كيما استحقيتنا يعني نعمل ملاوي دوبل خاطر الفارس يعني باش نشخشخها وكل شيء. دونك باش نستحق كعبة ملاوي تكون كبيرة في الحجم متاعها، نولي نستحق اني نعمل ملاوي دوبل. انتم كان عندكم حاجة كبيرة تنجموا تعملوا ملاوي كبيرة وتعبوها فرد مرة، فهمتوا. ما تستحقوش باش تعملوا دوبل. هذا اللي حبيت نوصله لكم. لهنا خليتها تطيب، وكما قلت لكم راهم باش يجوني بريسك 4 كعبات قد وباش نطيب الكعبتين الاولى مانيش باش نطيبهم راهو بالكدا باش نخليهم ناقصين شويه طياب. علاش؟ خاطر من بعد باش نرجعهم يطيبوا، من بعد ما نعبيهم بالفارس باش نرجعهم يطيبوا مره اخرى. هنا رجعت الكعبه الاخرى قاعده نحل فيها. واعطوني رايكم في التعليقات، قولوا لي عجبكم الفيديو ولا والطريقه عجبتكم ولا. هذا هو يعني. لما حالة راهو الملاوي هذه عملتها في اخر الاسبوع، وانا نقضي من الاسبوع للاسبوع يعني اخر الاسبوع كانت هكا الخضر اللي عندي والحاجات اللي عندي كل حاجه منها طرف، فهمتوا. وليت هكا قلت يا ليش ما نتصرفش كل يعني نخترع اكله تجيب المكونات هذوما اللي عندي، وبسم الله ما شاء الله يعني عملت حاجه كلي بنينه على الاخر. وسبحان الله كي تبدا عندك يعني مكونات وكل شيء متوفر عندك، رايك ما تنجمش تعمل حاجه بالبنه هذه، فهمت. وتبدا هكا مخبل في مخك وكل شيء وتفكر شنو باش طيب وكل شيء. اما كي تبدا ما عندكش هكا مكونات، مثلا ما عنديش جبن، ما عنديش مايونيز، ما عنديش الحاجات هذوكم، كنت نفكر نقول زعما نعمل زعما لا، ومن بعد كي عملتها بالحق ما ندمتش وجتني بنينه نودكم وما نشهيكم. لهنا هذوما الكعبتين الاخرانيين هذوك ماني قلت لكم باش نعملها دوبل، حطيت فيهم الموتزاريلا بنينه على الاخر. تو خليكم في التعليقات انا هي الباج اللي اشتريت منها، حقيقه مانيش حافظه الاسم نتاعها، ما تو نخليها لكم في التعليقات ان شاء الله باذن الله. كما تشوفوا فيها الملاوي ماهيش طيبه بالكدا خاطر باش نرجعها طيب.
ولهنا باش نعباها كما قلت لكم هاوينا حكيت لكم عليهم يعني باش نعملهم في الملاوي. وبالطبيعة الملاوي ما تجيش من غير سلطة مشوية، راهي السلطة المشوية ضرورية في الملاوي، تبنن على الاخر. هنا خديت سلطة مشوية، صوص الجيريان، هريسة، وكل شيء رمزوم وزوزين يعني بطريقة رهيبة، تاكل وعينيك تدمع ما شاء الله. يعني نحن في الدار نحبوا الحار، يعني من الشكل يعني ما نحبذوش ونحبوه وديما ناكلوا بالحار. حقيقة ما نستعملش الفلفل الأكحل برشا في الماكلة، علاش خاطر معدتي توجعني ونتقلق منه. اما فلفل احمر وهريسة وحاجات هذوك راني نستعملهم في كل شيء، يعني نكثر منهم. ولا اله الا الله محمد رسول الله. الفيديو متاع اليوم هذا هو، ان شاء الله يعجبكم، وان شاء الله هكا نكون فدتكم بحاجة ولو بالقليل. وكما قلت لكم ان شاء الله ما عادش نغيب عليكم. وكان عجبكم الفيديو خلولي في التعليقات، وما تنسوش باش تشجعوني، وان شاء الله نتقابلوا في فيديو جديد وفكرة جديدة، وبسلامة.